مكوة الملابس اللي بتكوي بالطول ولا مكوة الملابس اللي بتكوي بالعرض؟ بص كده، انا كالعاده مش هقول رايي في نوع معين ومش هنحاز لنوع معين، انا هقول لك كل اللي انت عايز تعرفه عن كل انواع المكوه وانت حر بعد كده في اختياراتك. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي كومنت كده فيه دعوه حلوه ليا ولاولادي، ويا ريت تعمل شير للفيديو دوت عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا من المعلومات اللي في الفيديو ده. في بدايه الفيديو عايزين نعرف الناس ان المكاوي فعلا متقسمه لنوعين من الكوي. هنتناول معاك بسرعه كده انواع المكاوي الرأسيه وانواع المكاوي الافقيه او اشهر انواع الاثنين. هنبدا معاكم الكي الافقي بنوع المكوى الاول اللي هو المكوى الجافه. تبقى المكوى زي ما حضراتكم كده شايفين في الصوره، المكوى اللي كلنا عارفينها، المكوى القديمه اللي كانت في بيوتنا كلها، تبقى مكوى جافه. مكوى جافه بتعتمد على عنصر الوزن فيها اللي بتدوس بيه على الهدوم، هو دوت مع درجه الحراره اللي بيكوي الملابس. وطبعا بتختلف المكوى الجافه من شركه للتانيه، وكمان بيكون في اختلاف فيها في نوع القعده اللي تحت، سواء قعده تيفال او قعده عاديه. النوع الثاني والاشهر برضو من مكاوي الكي الافقي المكوى البخار. المكوى البخار بتعتمد زي ما احنا شايفين كده في الصور عندنا، المكوى البخار بتكوي بفعل قوة ضغط البخار اللي خارج منها، عشان كده بتكون المكوى خفيفة زي ما احنا بنلاحظ، لان هي هنا ما بتعتمدش على عنصر الوزن، بتعتمد على قوة مضخة البخار اللي جواها. كل ما كانت مكنة البخار اللي جواها قوة الضغط بتاعتها بتعادل وزن اكبر، هي بتتقاس كده، يعني ممكن تكون الضغطة بتتقاس بما يعادل وزن 2 كيلو او 2 كيلو ونص. كل دي مكان الوزن بيعوض فرق الوزن اللي بيفرد الملابس عن طريق البخار. وكل ما ارتفع الوات بتاعها كل ما تقدر تكوي بيها ملابس اتقل. يعني لو حضرتك بتلبس بدله وبلطو، الحاجات اللي مشيتها تقيله، بنصحك بالواط الاعلى. برضو بنقدر نميز ما بين مكوى بخار واخرى من خلال القعده. هنلاقي ان ارخص نوع فيهم اللي بيكون القعده بتاعته تيفال، في نوع تاني بيكون القعده بتاعته سيراميك، في دلوقتي حاليا النانو سيراميك كمان، وكمان في منها بتشتغل لاسلكيه وبتكون في معاها زي خزان كده زي ما احنا شايفين في الصوره، تحت منها او دايره الكهرباء بتاعتها. لما حضرتك بتحط المكوى عليها، مكوى بتشحن وتسخن تمام معاك، بعد كده بترفعها بدون سلك خالص، تقدر تحركها على الملابس بطريقه افقيه. دول كده الاكثر انواع الانشاره من المكاوي الافقيه. وهنخش بقى على المكاوي الرأسيه. زي ما احنا شايفين كده قدامنا الشكل الاول اللي بيكون فيها خزان ميه من تحت، دي بيكون فيها خزان ميه من تحت وتبقى ليها قوه بخار برده معينه، واط معين دي انت بتشتريها برده. يفضل كل ما تكون اقمشتك اتقل تشتري المكوى اللي الواط بتاعها اعلى. كل ما درجه الواط زادت كل ما كانت هتفرد معاك الملابس احسن، كل ما كانت هتفرد ملابس اتقل. المكاوي البخار الرأسيه زي ما احنا شايفين كده بتكوي عن طريق ان حضرتك بتفرد الملابس على الشماعه اللي بتيجي مع الجهاز، وبتقدر تتمشى على الهدوم كده حضرتك زي ما انت شايف بالطريقه ديت، بتفرد معاك الملابس. وفي منها بيجي معاه ملحقات زي ترابيزه كده تقدري تكوي عليها الستاير والمفروشات، لان برضو من ضمن مميزات المكوى الرأسيه انك تقدري تكوي بيها المفروشات وهي راكبه مكانها. الناس اللي ما بتعرفش تكوي او ما بتعرفش تستخدم المكوى الافقيه هتكوي بمنتهى السهوله على المكوى الرأسيه. تاني نوع من انواع المكوى الرأسيه المكوى الهاند، بيكون عباره عن تانك صغير كده في المقبض كله. المكوى كلها بتكون عباره عن مقبض هاند كده في ايديك، في خزان صغير من تحت، وفي المضخه بتاعه البخار بتاعته من فوق. حضرتك بمجرد ما بتدوس على الزرار تقدر تكوي بيها رأسي المفروشات وهي في مكانها، ودي بتكون اسهل جدا من المكوى اللي بالنوع الاول ام خزان، لان هي كلها في ايدك وخفيفه، فبتقدري تكوي بيها الستاره بتاعتك كلها في مكانها من فوق لتحت. وبتقدري تكوي برده المفروشات بتاعت حضرتك، الانتريه الكلام ده كله والفرش راكب عليه، تقدري ان حضرتك تكويه. بالاضافه اللي هي نفس طريقه استخدام المكوى الرأسيه اللي معاها الخزان اللي في الناحيه الثانيه، بس بيكون سعه الخزان هنا اقل طبعا، وهيكون الجهاز الضخ اللي موجود في النوع الاول اقوى وهيكون اعلى شويه، بس للناس اللي عندها مفروشات ومحتاجه ان هي توصل لها بمنتهى السهوله، فالنوع ده من المكاوي نوع كويس جدا. بسرعه كده حاولت اعرفكم بالبلدي بالطريقه المعتاده بتاعتنا من غير كلكعه ومن غير اي حاجه ومن غير ما نحاز لنوع معين، كل انواع المكاوي المتاحه في السوق المصري حاليا، وحضرتك تقدر تختار بنفسك نوع المكوى اللي حضرتك تفضل انك تشتغل بيها. طبعا احنا ما تناولناش كل الاشكال اللي موجوده في السوق، ان في اشكال اكتر، وانا طبعا حاولت اكون مختصر في الفيديو دوت، فنقيت لكم الانواع اللي هتلاقوها اكتر في السوق. طبعا ما تنساش انت على وعد معايا ان الفيديو لما بيعجبك بتعمل لي لايك، وكمان بتعمل لي كومنت فيه دعوه حلوه ليا ولاولادي، وبتعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وانتظروني في مزيد من الفيديوهات. سامح سعيد.